جرب كده تقفل الباب على نفسك وتنور نور خفيف وتبص في المراية وتفضل تبص دقيقة، دقيقتين، 3. هتلاحظ حاجة غريبة بتحصل. ملامحك بتبدأ تتشوه، وشك بيكبر أو حتى بيختفي. تحس كأن اللي قدامك مش أنت، بس هو أنت. ولا أنت كنت دايما كده؟ والمراية هي اللي فضحت الحقيقة. في لحظة كده لما تبص في المراية تحس إن في حاجة غلط، مش عارف إيه بالظبط، بس مش مرتاح. شكلك غريب، نظرتك مش طبيعية، كأنك بتبص لحد غريب، حد لابس وشك. طب إزاي؟ هو إحنا بنشوف نفسنا بعيوننا ولا بنشوف نفسنا زي ما دماغنا عايزة؟ وليه لما بنشوف صورنا بنحس إنها مش شبهنا؟ وليه بنرتاح لصورتنا في المراية بس بنتضايق من صورتنا في الكاميرا؟ في الفيديو ده هنفكر مع بعض، هل المراية فعلا بتورينا حقيقتنا ولا هي مجرد وهم إحنا تعودنا عليه؟ وهل ممكن تبص في المراية وتوصل لحالة نفسية تخليك تشك في وجودك نفسه؟ ركز معايا علشان اللي جاي هيلعب في دماغك ويخليك تبص في المراية بشكل عمره ما خطر على بالك. بص كده، انت طول عمرك بتشوف نفسك في المراية ودماغك اتعود على النسخة المعكوسة منك. يعني اللي انت شايفه في المراية هو نسخة مش حقيقية. المراية بتعكسك، يعني بتبدل اليمين بالشمال. فلو عندك علامة أو انحناءة بسيطة في الوش هتبان بالعكس. مثال، عندك خال صغير في خدك الشمال، انت دايما شايفه في المراية في اليمين. يوم ما تشوف صورتك بتحس في لحظة إن في حاجة مش تمام، وده سبب الصدمة اللي بتحصل لما نشوف صورنا. بنحس إن في حاجة مش شبهنا. الحقيقة إننا ما بنشوفش نفسنا زي ما الناس بتشوفنا. إحنا بنشوف نسخة خيالية متجمعة من المراية، من الصور، ومن دماغنا. الدماغ بيحب التعود، فلو في حاجة مش شبه اللي اتعود عليها بيرفضها فوراً. في تجربة عملوها على ناس شافوا وشهم الحقيقي لأول مرة من غير مراية، من غير عكس. أغلبهم قالوا أنا مش بحب شكلي ده رغم إنه شكله الطبيعي. إحنا بنحب المراية مش علشان هي بتورينا الحقيقة، لأ، علشان هي بتطبطب على خيالنا. صوت درامي، لقطة بطيئة لحد باصص في المراية لفترة طويلة. سنة 2010 عالم نفسي اسمه جوفاني كابوتو عمل تجربة غريبة. جاب ناس وقعدهم يبصوا لنفسهم في مراية حوالي دقيقتين في ضوء خافت. واللي حصل أكتر من 60% قالوا إنهم شافوا وشهم بيتشوه. 48% قالوا إنهم شافوا مخلوق غريب قدامهم، وبعضهم قالوا إنهم شافوا حد تاني خالص في المراية مش هما. وده بيحصل لأن المخ بيفقد التركيز مع التكرار ويبدأ يفبرك صورة جديدة من الخيال والرعب. الموبايل بيستخدم عدسة مفلطحة غير العين البشرية، فبتغير شكل وشك وخصوصاً الأنف والخدود. كمان الكاميرا بتاخدك من زاوية الناس، مش الزاوية اللي انت متعود تبص بيها على نفسك. ده غير بقى إن في حاجات زي الإضاءة والفلتر وجودة الكاميرا كلها بتلعب في الشكل. جرب تصور نفسك في مراية وبعدين خد نفس الصورة بالكاميرا، هتحس إنك شخصين مختلفين. والنتيجة بنبدأ نشك في نفسنا، هو أنا كده ولا كده؟ في مرض اسمه Body Dysmorphic Disorder أو اضطراب تشوه الجسم. الناس اللي عندهم المرض ده بيكونوا حاسين إن في عيب في شكلهم مع إنه مش حقيقي. المراية بالنسبة لهم مرآة للتعذيب. حالة واحدة كل يوم تقف قدام المراية بالساعات تبص على أنفها مع إنه أنف طبيعي، بس في دماغها شايفة أنف كبير ومشوه. اوعى تصدق المراية لو كانت بتأذيك. ساعات العقل بيزيف الحقيقة. في اليابان كانوا بيقولوا إن المراية هي العيون اللي بتراقب الأرواح. في أوروبا كانوا بيغطوا المرايات بعد الوفاة علشان الروح ما تفضلش حبيسة فيها. وفي بعض الأساطير كانوا بيقولوا إن لو بصيت في مراية بالليل كتير ممكن يظهر لك كائن بياخد شكلك. الخرافة المرعبة، لو بصيت في المراية لفترة طويلة في الظلمة ممكن تشوف نسخة شريرة منك. أوقات المراية بتكون زي اختبار، أنت راضي عن نفسك؟ مرتاح؟ لما تكون حزين أو متضايق المراية تبين لك وشك تعبان. لما تكون واثق تحس إنك أجمل إنسان. المراية بتعكس حالتك النفسية أكتر من ملامحك. المراية مش بس زجاج، دي عالم تاني. ساعات تكون صادقة وساعات تكون غدارة، بس الحقيقة مش في المراية، الحقيقة جواك. انت شكلك الحقيقي هو اللي جوا عقلك مش اللي في الانعكاس. لو المراية عمرها ما ورتك حقيقتك الفيديو ده يمكن يكون أول مرة. متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات إيه أغرب إحساس حسيته وإنت باصص لنفسك. وسلام.